فوالا فهمتيني، ما يعيشون من اخراج السي عزيز خنوش. واش عارفين شكون اللي جاب بلاصه عزيز خنوش، ولا شكون خنوش حط بلاصتو في الامانه العامه ديال الحزب المتحكم اليوم في المشهد السياسي؟ بعيدا عن البلاغ ديال الديوان الملكي واللي ريحته ما كاينش فيها رئيس الحكومه، واللي هادشي عنده دلالات وقراءات اخرى نقراوها من بعد. غنقول لكم غير شكون اللي جاب بلاصتو. هذا اللي جاب بلاصتو الا فعلا تم ومشى، ما كاينش داكشي اللي في عقلي، ومشاو خداو الحكومه للمرحله مقبله، كونوا اكيدين تبقاو تقولوا يا ربي كون بقى اخنوش. لان اخنوش هو الرجل الاعمال، هو مول القرار، العكس ديال ان واحد غادي يبدا يسير الحكومه بتصرفه من شخص اخر. لان اخنوش قالك ما خرجش من الباب، غيخرج من الشرجم، وسوارد الباب ديال وزاره الفلاحه والصيد البحري والطاقه والمعادن ما يخليهم لحد. هذا هو المساله. الباب ديال الترشيحات المكتب السياسي اليوم سدوا، وقال لهم كاين غير الشوكي وجار دخلوه البيرو سدوا عليه، ما عرفتش كانوا كيديروا معاه وبيتات، ما خلاوش يحط الترشيح ديالو وغيرها من الاشياء. جوج ديال الاشياء، الاولى غادي نقولها لك وغادي ننبه من الاحزاب السياسيه الاخرى، طام استقلال الاتحاد الاشتراكي والبي بي اس اللي مقيدين وكيظنوا من انا عزيز اخنوش كيمارس الديمقراطيه وبغى يدير الديمقراطيه وجايب الشوكي. المساله الاولى هي انه يقدروا يجيبوكم لسبعة جوج شهر جوج المؤتمر، يقول لك المؤتمر وسيد نفسه. وإلا قريتي البلاغ ديال المكتب السياسي يقول لك ان تم الاغلاق ديال باب الترشيحات، والسي الشوكي عاد حط التزكيه، عاد الترشيح ديالو للمكتب السياسي، ما وضعش في المرحله القانونيه حتى المكتب السياسي. هو باب الترشيح بقى مفتوح حتى بدا المكتب السياسي، ولكن قدر يبان واحد التيار جديد في يوم المؤتمر ويجيو يقولوا لك يطعنوا في الترشح ديال الشوكي، والمؤتمر سيدو نفسي ويعلنوا عاوتاني على فتح باب الترشيحات ويجيبوا شي باراشوتي اللي مولفينه. النقطه الثانيه هي ان فعلا السي اخنوش غيراهن بالحزب مع الشوكي، وهذه عندي دلالات اخرى ديال انهم غيمشيو لواحد 20 مقعد ولا 30 مقعد، وغنبداو يطرحوا الصحافه واسئله اخرى ديال ما علاقه الشوكي مع رشيد الفايق في الملف ديالو اللي باقي ما حتى الان بغينا نعرفوا فين هو. بزاف